السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور محمد مدكور، طبيب بشري وأخصائي تغذية علاجية. تخيل معايا كده إن في 2 مرضى سكر، والاتنين بيقيسوا السكر في الدم بالجهاز المنزلي، والاتنين قياساتهم كويسة، لكن لما عملوا تحليل السكر التراكمي النتائج طلعت مختلفة تماما. واحد كان سكره كويس والتاني كان معرض لمضاعفات خطيرة. يا ترى ايه السر؟ السر كله في تحليل اسمه السكر التراكمي. السكر التراكمي ببساطة هو مش بيقيس السكر دلوقتي، لا، هو بيقول لك السكر في خلال ال3 شهور اللي فاتوا كان عامل ايه. ازاي؟ كرات الدم الحمراء عمرها 90 يوم. السكر اللي موجود في الدم بيرتبط بالبروتين اللي موجود جوه كرات الدم الحمراء دي، اللي هو الهيموجلوبين. وكل ما مستوى السكر هيكون عالي، كل ما ارتباط السكر بالهيموجلوبين هيكون اعلى. يعني التحليل ده عامل زي ما يكون كاميرا بتصور لك السكر على مدار 3 شهور كان ماشي ازاي. يعني لو طلع تحليل السكر التراكمي اقل من 5.7 يبقى انت بني ادم طبيعي ومفيش عندك سكر. لو النتيجة طلعت ما بين 5.7 و6.4، ده معناه انك في مرحلة ما قبل السكري، ومحتاج تاخد بالك من نظامك الغذائي ومن نشاطك البدني عشان تحمي نفسك من مرض السكر. لو التحليل طلع اكتر من 6.5، ده معناه ان الشخص مصاب بالسكر ومحتاج علاج. وبالنسبة لمرضى السكر اللي بيتابعوا بالسكر التراكمي، فالهدف ان احنا نحافظ على نسبة سكر تراكمي اقل من 7. طب انت ممكن تسأل وتقول انا بقيس السكر كل يوم لنفسي بالجهاز المنزلي، ليه هحتاج اعمل تحليل زي ده؟ الحقيقة ان الجهاز المنزلي بيوريك لقطة سريعة لنسبة السكر في الدم في اللحظة ديت، لكن السكر التراكمي هو المتوسط العام لسكر الدم، وبالتالي هو هيبين لك لو في ارتفاعات متكررة انت مش واخد بالك منها، او لو الادوية والنظام الغذائي مش جايبين معاك نتيجة، او حتى لو انت معرض للمضاعفات على المدى الطويل. ده معناه ان كل ما نسبة السكر التراكمي تعلى كل ما الخطر يزيد. السكر التراكمي العالي معناه ان جسمك عايش فترة طويلة وسط نسبة سكر عالية، وده ممكن يأذي الكلى ويسبب فشل كلوي لا قدر الله، ممكن يضر العينين ويسبب فقدان للبصر، بيضر الأعصاب ويعمل تنميل وألم في الأطراف، بيأثر على القلب والأوعية الدموية، وممكن يعمل جلطات وذبحة صدرية. يعني ببساطة تحليل صغير ممكن ينقذك من مشاكل كبيرة. إزاي أنا كمريض سكر أحافظ على مستوى السكر التراكمي تحت ال7؟ الحقيقة إن السيطرة على مستوى السكر التراكمي مش هيكون بالأدوية بس، ده نظام حياة كامل. بتبدأ أول حاجة بالأكل الصحي، إن احنا نقلل النشويات والسكريات والحلويات في أكلنا، نزود الخضار والبقوليات والحبوب الكاملة، نحاول نوزع وجباتنا على مدار اليوم، بدل ما ناكل وجبة أو وجبتين كبار ناكل 4 ل5 وجبات صغيرين. تاني حاجة ممارسة الرياضة، نص ساعة مشي أو أي نشاط بدني أنت بتحبه كفاية قوي كل يوم. الحركة هتساعد جسمك إنه يحرق السكر بدل ما يخزنه. تالت حاجة إن احنا نلتزم على الأدوية بتاعتنا بالجرعات بتاعتها في مواعيدها المظبوطة، ما نوقفش العلاج من نفسنا حتى لو حسينا إننا كويسين. آخر حاجة المتابعة المنتظمة، نعمل تحليل السكر التراكمي كل 3 شهور أو حسب ما طبيبك هيقولك. مع كل تحليل هتعمله هتقدر تعرف إذا كانت حياتك ماشية في الاتجاه الصح ولا محتاج تعديل. يعني السكر التراكمي مش مجرد رقم في ورقة، ده مراية لحياتك كلها. كل حاجة بتاكلها، كل رياضة بتمارسها، كل الأدوية اللي بتاخدها هتبان في نتيجة التحليل السكر التراكمي. فكر في الموضوع كده، التحليل ده مش عشان يزعلك، بالعكس ده فرصة تعرف انت فين وتقدر تتحكم في مرضك قبل ما المرض يتحكم فيك. خلي هدفك دايما ان نتيجة التحليل تكون احسن من التحليل اللي قبله، وساعتها هتلاقي نفسك بتحمي صحتك ومستقبلك. وألف سلام عليك.